يوم الصباحية حماتي طلعت لي هي واخت جوزي وفضلوا قاعدين معانا وعملت معاهم الواجب وزيادة. لكن مرة واحدة لقيتهم اتغيروا وبقوا قاعدين متضايقين جدا وعمالين يوشوشوا ببعض. قلت لها في حاجة يا ماما؟ لقيتها بتقول لي ايه، هو احنا هنقعد لاخر اليوم على ما تجيب لنا الحاجة؟ قلت لها حاجة ايه؟ قالت لي هو انتي ما تعرفيش عاداتنا وتقاليدنا؟ المفروض تجيبي لكل واحدة من اخوات جوزك جلابية على الاقل، وتجيبي لنا بقى شوية حاجات حلوين كده. قلت لها بس انا معرفش الكلام ده، وماما ما قالتليش ان انا انزل لك حاجة. قالت لي طيب يا بنتي اديني قلت لك، خشي بقى شوفي هتجيبي لنا ايه واحنا مستنيين. بصيت لجوزي كده لقيته ما بيتكلمش. قلت لها معلش يا ماما بس انا والله مش عارفه اجيب لك ايه، وما عنديش اصلا حاجه تنفعك ولا تنفع بناتك. فضلت تزعق معايا وتقول لي انت قليله الادب، وقالت لجوزي قدامي ما انا قلت لك خد بنت خالتك انت اللي مرضتش. بصت لهم بقرف وقلت لهم هو قال هيجهزوني وكمان هيجهزوكم؟ ده ايه القرف ده؟ نزلت زعلانه وجوزي زعل مني جدا ومبقاش يكلمني. اخت جوزي عمرها 35 سنة لسه لحد دلوقتي ما اتجوزتش، وبعد وفاة مامتها قعدت عندنا في الشقة لان هي من النوع اللي بتخاف وما بتحبش تنام لوحدها. طبعا انا فضيت لها اوضة الاطفال بتنام فيها. بس بصراحة بيني وبينكم كده انا تعبت وزهقت. مش عارفة اخد راحتي خالص مع جوزي، حتى اللبس ما بقتش اعرف البسه لاني لو قعدت براحتي بتفضل تكلمني وتقولي كده عيب وما ينفعش تلبسي كده. ده حتى لو ضحكت انا وجوزي بالليل في اوضتنا تاني يوم بتبهدلني وتفضل تقولي انتي قليلة الادب، انتي مش مراعية ان معاكي واحدة غريبة في البيت. اقول لها يا بنتي انتي مش غريبة، انت اخت جوزي والمفروض عادي يعني لو ضحكنا. تقولي المفروض تراعي مشاعري. كلمت ماما وحكيت لها، لقيت ماما بتقولي دي لازم نجوزها ونشوف لها اي عريس، وفعلا كلمت كل صحابي واي حد يعرف حد عايز يتجوز بقينا نجيبه لها. بس برضه هي بترفض بحجة انها بتحب اخوها جدا ومش عايزة تسيبه. الموضوع تعبني نفسيا وما بقتش عارفة اتصرف فيه ازاي، يا ريت تساعدوني.